أول ما تشوفوا المارشميلو القمر ده، أول حاجة هتيجي في بالكم إنه معمول بمكونات كتير وخزعبلية، وكمان هييجي في بالكم إن هو معمول بقى بتريكات ومواصفات وحركات وإمكانيات، ما فيش الكلام ده خالص، بمكونين بس والتالت موجود والله في بيتِك. هنعمل أحلى وأروع مارشميلو، عملت حفلة مارشميلو، العيال بقوا متشعبطين في رجلي وأنا باصور من فرحتهم، بيتنططوا مش مصدقين حلاوته. قومي اعمليه وفرحي ولادِك، بس قبل ما نبدأ صلوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بعد ما تشوفي المكونات وطريقة التحضير هتستغربي انت بجد كنت ازاي بتدفعي فيه فلوس وبتشتريه بالمبالغ اللي بنسمعها دي. يلا بقى حطوا لايك للفيديو علشان زي ما وعدتكم كل مرة بجيب لكم افكار جديدة وبسهل عليكم حاجات كلكم بتشتروها بالغالي من بره، فاستاهل منكم لايك علشان افكر لكم في فكرة احلى واوفر وأنجح من الفكرة اللي قبلها. ويلا بينا بقى نبدأ ونقول بسم الله. المكون الأول اللي هو أصلا موجود في كل بيت زي ما اتفقنا وهو السكر. معايا كوباية ونص من السكر، كوباية ونص معيارية أو من المج بتاع الشاي براحتك. سكر عادي بتاع تأمين، سكر أبيض مش هتفرق خالص. كوباية ونص سكر، هحط عليهم نص كوباية مية، وده طبعا مش مكون يعني. تمام. هحط بقى عليهم ايه، نص كوبايه من عسل الجلوكوز. برطمان العسل الجلوكوز ده كله كده ب30 جنيه، والله لسه شاريه امبارح، يعني مش بقاله كتير، ب30 جنيه والوقت غلي، هو دلوقتي حالا كده ب30 جنيه. يبقى حطينا ايه، كوبايه ونص من السكر، عليهم نص كوبايه ميه ونص كوبايه من عسل الجلوكوز. يلا بينا بقى ناخدهم كده ونرفعهم على النار. بدوبهم الاول نص تدويبه كده وبعدين بشيل ايدي منهم خالص. اول ما يبدا يغلي معايا بحسب دقيقتين بالظبط وبطفي عليه. على بقى ما يغلي هنجيب المكون الأخير وهو الجيلاتين. معايا 3 معالق كبار من الجيلاتين، هحط عليهم ربع كوباية من المية الدافية وهدوبهم بقى مع بعض كويس قوي. الكلام ده كده والشربات على النار أو السكر على النار. عدي دقيقتين بالظبط مش أكتر من كده، بعد الغليان دقيقتين على الساعة. عدى بقى معايا كده الدقيقتين من غير ما احرك السكر ولا اي حاجة، خلاص كده بالظبط تمام معايا. هاخده بقى وهنزل بيه في بولة. حطينا بقى الشربات وهو سخن، ولازم يكون سخن ما تستنيش لما يبرد، وانزلي بقى عليه بالجيلاتين اللي حضرناه. وبعدين هنضرب كل ده كده بالمضرب الكهربائي لمدة من 6 ل7 دقايق لحد ما يوصل للقوام اللي هوريهولك دلوقتي. طب يا حورية انت قلت لنا مكونين والتالت في البيت، فين المكونين والتالت في البيت ده؟ علشان بس ما تعدوليش المية مكون والكلام ده. المكونين اللي هم ايه، العسل الجلوكوز والجيلاتين، والمكون التالت اللي قلت لكم في البيت اللي هو السكر. يعني عسل جلوكوز وجيلاتين وسكر، والميه اكيد مش مكون يعني. الميه في الحنفيه. بصوا هنا كنت بقول لكم ان انتوا وانتوا شغالين في الضرب حضروا جنبكم علبه تكون فيها كيس بلاستيك ومدهونه كويس قوي بالزيت، علشان نصب الخليط على طول مباشر بعد ما يتضرب. ما ينفعش الخليط بعد ما يتضرب نركنه ولا دقيقه، بيقفش على طول. تمام. وهيبوظ منك وانتي بتصبيه وهيبهدلك خالص. فلازم وانتي شغاله كده تكوني محضره العلبه جنبك. لو عاوزه ارتفاع المارشميلو يكون عالي هاتي علبه صغيره، عاوزه الارتفاع بتاعه رفيع هاتي علبه كبيره. شايفين بقى القوام بيتغير معانا ازاي لحد ما يبقى شبه الكريمه كده، وتيجي ترفعي كده تلاقي بينزل زي الكريم شانتيه بالظبط، بس ما يكونش قافش ومتماسك، يعني بيكون كده عامل شبه خليط الكيك بس تقيل شويه. تمام. بصوا بقى تختبريه ازاي، حطي قطعه ما بين صوابعك وافضلي اعملي فيها كده 5 6 مرات لحد ما تلاقيها بتمط كده. اول ما تلاقيها بتمط وبتعمل عرق كده، كده احنا تمام. ممكن بقى هنا تحطي فانيليا، ممكن تحطي ريحه موز، ممكن تحطي ريحه اي طعم انت بتحبيه براحتك، اي ريحه بتحبيها براحتك. جبت بقى انا العلبتين بتوعي وحطيت نص هنا، انا عايزه بقى الونه. هعمل ايه، هحط نص هنا ونص هنا. طب عاوزاه كله ابيض، خلاص صبيه في علبه وخلاص واحنا كده خلصنا. عاوزاه كله بينك، حطي عليه لون بينك وقلبي كله وخلاص كده خلصنا. لكن انا بصراحه عاوزه ادلع العيال وعاوزه اعمل كميه كبيره، فعملت ايه بقى، عملت كميه كمان زي اللي عملتها بالظبط معاكم دلوقتي، وقسمتها هي كمان نصين. نص بقى هعمله باللون البيربل على رأي بنتي الموف. يعني عايزين نعيش عيشة أهلنا، عشان البت أول ما بقول لها هاتي اللون الموف قالت لي اسمه بيربل يا ماما، فحطيت اللون البيربل يا ماما. ونزلت كده على الأبيض. بس خلي بالكم، أنا الأول لما حطيت الأبيض في العلبة دخلته التلاجة لحد ما أحضر الكمية التانية، علشان لما أجي أصب الاتنين ما يختلطوش في بعض.
تمام. انا عملت في الاصفر الاتنين سخنين اختلطوا، فما تغلطوش غلطتي. حطوا الابيض الاول وسيبوه في التلاجة لحد ما تعملوا الكمية التانية، وبعدين انزلوا بقى عليها بعد ما يطلع من التلاجة. بصوا عملت بقى نص الكمية التانية باللون البينك وهصبها على الخليط. انا عملت الكمية اللي وريتها لكم اول مرة دي عملتها 3 مرات. المرة الاولى قسمتها نصين ابيض وابيض، والمرة التانية قسمتها نصين موف وبينك، والمرة التالتة قسمتها نصين ابيض واصفر، وحطيتهم الاتنين سخنين على بعض عادي. هوريكم برضو. بصوا بقى ما شاء الله، شايفين الارتفاع؟ انا كنت حابة الارتفاع يكون عالي كده علشان اقطعه يكون صوابع. حلو قوي الكلام ده ما شاء الله. انا بهدي هنا الفيديو ده لملكة بنت اختي حبيبة قلبي، بتموت في الكاندي وبتموت في المارشميلو. استنوا بقى عليا عشان عامله لكم حته فيديو للكاندي. يا خبر ابيض، يا خبر ابيض، رهيب بقى. غير قشر البطيخ خالص. طبعا قشر البطيخ ده فروتة، واتفقنا ان هو زي الفواكه المجففه. انا عامله لكم بقى الكاندي الاصلي على ابوه، ان شاء الله هنزله لكم، بس اكتبوا لي كده في الكومنتات وحطوا لي لايكات ودلعوني. المارشميلو بقى حبايبي نصيحة مني، لو عاوزين تاكلوا بعديه بساعة هتطلعوه على فكرة وهتاكلوا منه مفيش مشكلة وهيبقى ممتاز، بس لو سبتيه بات ليلة كاملة في التلاجة هيكون أحلى مليون مرة، وهيكون كده متماسك كده ورهيب بجد. قوامه بيكون زي بتاع الشارع بالظبط. علشان بقى نقطعه لازم نستخدم النشا. حابة يبقى مسكر زيادة عن اللزوم حطي مثلا معلقة نشا على معلقة سكر بودرة، أنا بستخدم نشا بس. تمام. بصوا بقى الجمال، بصوا بقى الحلاوة، يا نهار بصبصة يا ولاد. انا بكون في قمة السعادة وانا بعمل الوصفات دي، واظن بقى الفيديو يستاهل لايك. بسيط وسهل ومش مكلف ولا اي حاجة خالص. تمام. طب اقول لكم بقى انا استخدمت تكلفة كام في الفيديو ده كله، في الكمية اللي هتشوفوها في اخر الفيديو دي كلها. انا استخدمت كيلو كامل من السكر، جايباه ب35 جنيه، واستخدمت تمن جيلاتين جايباه ب25 جنيه. يبقى كام؟ يبقى 60. واستخدمت تلتين البرطمان انا جايباه ب30 جنيه والله، فتلتينه ب20. يبقى كام يا ولاد؟ يبقى 60 و20 80 جنيه. 80 جنيه والله. بصوا عملت كل الكمية اللي شفتوها قدامكم القمر دي، وحسبت لكم السكر كمان. اظن بقى مفيش جمال كده. اللي مش هتحط فعلا لايك للفيديو ده تبقى بخيلة كده بقى، بجد تبقى بخيلة خالص. يلا بينا بقى نقول الدعاء. اللهم يا مسهل الشديد، ويا ملين الحديد، ويا منجز الوعيد، ويا من هو كل يوم في امر جديد، اخرجني من حلق الضيق الى اوسع الطريق، بك ادفع ما لا اطيق، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اعملوا منشن وشيروا الفيديو كتير لأصحابكم، بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.